ب3 أهداف مقابل هدف. الأهلي يعود إلى الدوري الممتاز وتعود المتعة مع مباريات النادي الأهلي. تقدم للنادي الأهلي تريزيجيه من خطأ من دفاعات وادي دجلة، ثم عاد أحمد السيد زيزو بالتخصص وأحرز هدف ماركة أحمد السيد زيزو بضربة جزاء في الشوط الثاني. وتألق المعتاد من إمام عاشور بيصنع هدف لمروان أوتاكا القادم الجديد للنادي الأهلي. في نهاية المباراة وادي دجلة نجح في إحراز هدف، ولكن كل الشكر لمنظومة وادي دجلة، فريق محترم. أول ربع ساعة كان بيهاجم على النادي الأهلي، الشناوي أنقذ هدف، وخبرة لعيبة النادي الأهلي نجحت في هجمة مرتدة إنها تخلص المباراة. ولكن ياسس روب قدر يقرأ وادي دجلة بشكل كبير جدا، قدر يستغل نقاط الضعف عندهم في الدفاع، قدر يقفل عليهم النواحي الهجوميه اللي شفناها متألقه جدا في مباراه الزمالك ومباراه بيراميدز. النهارده ياسس روب جيم تكتيكي افضل مما يكون، نجح في التفوق على المدرب بتاع وادي دجله، نجح في اخماد الهجمات بتاعت وادي دجله، ونجح انه في تطوير الجزء الهجومي للنادي الاهلي. شفنا هدف واثنين وثلاثه في تواجد مروان أوتاكا واحمد السيد زيزو وتريزيجيه. ألف مليون مبروك، 3 نقاط مهمين جدا قبل مواجهة يانج أفريكانز يوم السبت القادم. بالتوفيق للنادي الأهلي فيما هو قادم، ومستني رأيكم في الكومنتات في أداء النادي الأهلي في المباراة الحالية.